الموضوع الأخير، الله سبحانه وتعالى رحمة بالعقول لم يمتحنا بما تعي العقول به. جاء في شيء من الأشياء قال لا، ماذا تجادلونه في هذا؟ لقد رأى من آيات ربه الكبرى، فكأن ذلك إخبار ممن؟ إخبار من الله، وليس بإخبار لم يقل محمد له. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. الكبرى هنا المفسرون حين يتكلمون يجعلون الكبرى وصف للآيات، يعني قد رأى من آيات ربه الآيات الكبرى العظيمة. إنما يعني التحقيق اللي يقبله الذوق السياقي أنه لقد رأى من آيات ربه الكبرى، يعني رأى الآية الكبرى من آيات ربه، فكأن لله آيات كثيرة. لقد رأى من آيات ربه، ونسكت شوية كده، الكبرى يعني الآية الكبرى، يعني كأنه لقد رأى الكبرى من آيات ربه، فكأن آيات الله التي حدث عنها هي آيات من آيات الله، وحسبها عظمة وعجب أن تنسب إلى الله، لكن فيه آية كبرى. كأن الآية الكبرى دي هي اللي العقول تقف فيها وقفة. إذا كانت في الآيات العادية وقفت هذه الوقفة، فما بالكم إذا كانت الآية موصوفة من الله بأنها الآية الكبرى. لقد رأى الكبرى من آيات ربه، يعني كأن المفعول الكبرى. ومن آيات ربه مش الكبرى وصف لآيات، لا، لقد رأى من آيات ربه، رأى إيه؟ الآية الكبرى. الآيات الكبرى دي اللي أعلى من الآيات دي. اللي أعلى من الآيات دي إيه؟ لا شك هو كان معه جبريل في الأرض، كان يشاركه في هذه المراعي، وفي السماء برضه كان معه جبريل. وكان ما دام بقى الكبرى لازم تفكر في المرحلة الأخيرة، في المرحلة الأخيرة اللي لا جبريل قدر عليها ولا أحد من الملائكة، وانفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا نظرنا أيضا إلى قول الحق أيضا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أنا شخصيا لست مع المفسرين حين يفسرون دنا المدنو والداني جبريل، لأن جبريل معه، وما دام جبريل معه يبقى دنا ايه؟ فكان قاب قوسين او ادنى. ذلك ملحظ اخر يعطينا ان الدنو لقد ثم دنا فتدلى لشيء اخر من ربه او ربه منه، ايناس بما يكون من رؤية الحق، من رؤيته للحق او من كلام الحق له. هنا أنا ما يديش معنى التجسد مثلا او التحيز او معلش زادت لي بالتساؤل ده. شوف يا سيدي، احنا قلنا ان الله سبحانه وتعالى موجود وانا موجود، فهل وجود الله كوجودي؟ انا اعلم انني اسجل الان حلقة في التلفزيون والنظارة قاعدين وياي، والله يعلم ذلك، فهل علمي كعلم الله؟ وانا مثلا اوصف باني حي والله يوصف بانه حي، فهل حياة الله كحياتي؟ إذا لماذا تفسر أن دنو الله وتدليه أو دنو الرسول وتدليه كدنوي أنا وتدليه؟ ما دام قلنا سبحانه، فإذا وجد شيء لله مثله للبشر فلازم تنسبها إلى سبحانه، إلى الأصل في سبحانه. فإذا كان الله قد وصف بأشياء، يعني يقولوا استوى على العرش، واحنا لنا استواء برضه على الكرسي، ما تقولش استواء زي استوائي، لانني لم اقل ان وجوده كوجودي، ولا علمه كعلمي، ولا غناه كغناية، ولا حياته كحياتي. ليه؟ قال لك لان الدنو والتدل دي من صفة الاجرام، والله منزه عن الجرمية، فما دام تبقى تاخذ الفعل بالنسبة ايضا لفاعله، وفاعله من فعل، على فرض ان الله هو الذي دنا وتدلى، او مثلا ينزل ربنا الى السماء الدنيا كل ليله فيقول هل من تائب فاستغفر له هل من، يبقى ما تفسرش التنزل لانه تنزل كتنزلي. ليه؟ لانني عندي اطار عام انه ليس كمثله شيء، فاذا وجد وصف لله ووجد وصف مثله للبشر فيجب ان اقرن الوصف بالله بانه ليس كوصفي، لانه منزه عن ان يكون ذاته كذاتي وفعله كفعلي وصفاته كصفاتي. طب فضيلة الأستاذ الشيخ محمد متولي الشعراوي، يمكن نحب نتناول المرائي أو المناظر إذا صح التعبير اللي شافها الرسول عليه الصلاة والسلام في عملية الإسراء، ولماذا كان هذا النوع بالذات من المرائي؟ يعني بنلاحظ زي ما ذكرنا في صدر الحلقة تخييره مثلا بين اللبن والخمر واختيار اللبن، انه يمر على ناس بيزرعوا وبيحصدوا في نفس اليوم او في نفس الساعة ودول المجاهدين، انه ناس مثلا لهم مشافر كمشافر الابل، ان ناس بتاكل كرات من النار وبعدين يقول ده اللي بياكلوا اموال اليتامى. ليه الصور دي بالذات؟ ايه دلالتها وايه معناها؟ هذه هي وغيرها يعني. هذه الصور بالذات
منهاج الرسل دائما خطباء الفتنة. كلمة قمة الكلمة. نعم. منهاج الرسل دائما يجيئون من الله خالق الإنسان بقانون صيانة ذلك الإنسان، لأن احنا كلنا مقتنعين بأن صانع الصنعة هو الذي يقرر قانون صيانتها. صانع التلفزيون هو اللي يقول قانون صيانته كذا واستعماله كذا، وليؤدي مهمته يفعل كذا، وإن إصابه عطب فرده إلى مهندسه. كل صانع صنعة من البشر هو الذي يضع قانون هذه الصيانة. فإذا كان لم يدعي أحد أنه خلق الإنسان، إذن فالإنسان صنعة الله بلا خلاف في ذلك. وما دام الإنسان صنعة الله، فالله هو الذي يحدد قانون صيانة ذلك الإنسان. لا يخلق الله خلقه وبعد ذلك يتدخل الخلق ليضعوا قانون الصيانة له. نقول له دي أحالة، كما أذهب أنا بالتلفزيون إلى الجزار وأقول له صلح لي التلفزيون. نقول له لا، الذي يضع قانون صيانة الشيء هو الذي خلق. ألا يعلم من خلق؟ والذي يدلك على ذلك أن كل تشريع من تشريعات البشر إن أحسن الظن برغبتهم في الخير ورغبتهم في الإصلاح هنحسن الظن بهم. كل قانون كان عرضة انه يتغير ويتبدل، والقانون ده يروح والقانون ده يجي، ولا يبقى قانون من قوانين وضع البشري الا ببقاء الصوت الذي يحميه. فاذا ذهب الصوت الذي يحميه انحل القانون وطبيعته. اذا فوراء كل قانون بشري قوة تحميه. حين تذهب هذه القوة القانون البشري يضمحل. وبعد ذلك نجد ان القوانين البشرية تقنن للنفس الإنسانية. ماذا عرفتم من النفس الإنسانية؟ أنتم تعرفون زاوية وتجهلون زوايا. نفس الإنسانية إيه؟ ليست بطنا ومعدة فقط، ليست عقلا يعي ويفهم فقط، ليست وجدانا فقط، ملكات متعددة. أنتم إلى الآن لا تعرفون عدد هذه الملكات، فكيف تقننون لشيء لا تعرفونه؟ إذن فهم يعرفون شيئا فيقننون له ويتركون الملكات الأخرى النفسية جائعة. فماذا يحدث للإنسان المشتمل على كل الملكات؟ ملكة فيه شبعة وملكات جائعة، يحصل التمزق والقلق النفسي. دليل على ذلك ان مثلا الجماعة اللي خدين نظام الاقتصاد هو ده كل شيء في الدنيا، نقول لهم السويد في الإحصائيات أرقى دولة في مستوى المعيشة، فرد مرفه واخد حظه قوي، ومع ذلك الإحصائيات أكبر دولة في انتحار شبابها وفي امراضهم العصبيه والجنونيه الى اخره. يبقى ده دليل ايه؟ على انه مش البطن كل حاجه، مش الحياه الماديه كلها، فيه ملكات جائعه في هذه النفوس. والا فما الذي يدعو الانسان انه ينتحر ويسيب الحياه؟ ينتحر ويسيب الحياه عنده قلق، ما هوش عارف مصدره ايه ولا مش عارف علاجه ايه. لان في ملكات نفسيه جاهلها البشر فلم يقننوا لها، وان قننوا لها فتقنين من لم يخلقها. اذا فالحق سبحانه وتعالى هو الذي خلق النفس البشريه وهو الذي يقنن لها. فالرسل جاءوا لتنظيم حركة الحياة في ذلك الإنسان بقانون صيانته. فما دام الرسل دي مهمتهم، إذن سيتعرضون لقوانين اقتصادية، قوانين سياسية، قوانين علمية، قوانين اجتماعية، قوانين خلقية، هتعرضوا لأشياء كثيرة، قوانين تعبدية. في القانون التعبدي اللي ربنا يقول تقرب إلي بكذا، العقل ملوش مجال، لأن الله يقول لك تقرب إلي بأنك تصلي لي 5 فرض بشكل مخصوص. لكن في القوانين التانية اللي تتعلق بنظام المجتمع، سياسة أو اجتماع أو إلى آخره، ناقشها ما شئت بعقلك وقارنها بأي قانون اقتصادي في العالم، فستجد إن القوانين اللي وضعها الإسلام لزوايا الحياة الاجتماعية هي المتفوقة وهي ذات السبق. وبعد ذلك التعبديات الله قال لك تقرب إلي بكذا، يبقى أنا أتقرب إليه بكذا. فما عدا التعبديات ناقشها بعقلك وقارنها في أرقى مستويات، فتجد السبق والتميز وتجد الاستيعاب. والدليل على ذلك